طبعا انتشار صورة شهد الشمري الشاعرة العراقية، فما اعرف هي بدون فلتر وهي بفلتر. بس انا مستغرب الفنانين اللي يخلون فلاتر ويطلعون مثلا بث مباشر، يصورون فيديوهات، خاصة البنات. يا صغير نحن نريد نشوف فرضا انا شفت مثلا الفنانة او الفنان او الشاعر او اي واحد شفته بالشارع بدون فلتر بدون اي شيء، تخيل يعني شنو شيء اكيد راح اصوره، راح اقول هذا انسان بدون فلتر كان يغشنا، فكان يخلي فلاتر كان مدري ايش وهيك وهيك، مو تمام. هسا من تفتحون بثوث، طبعا هاي للنساء، من تفتحون بثوث شيلوا الفلاتر فدوة اريد يشوف وجهكم الطبيعي، فاهم؟ هسا انا اقدر اروح اتزوج لي وحدة، فاروح عليها اشوفها بالهاي تنزل فيديوهات لها وصور وجهت حلو، اروح انصدم بيها يعني، فهاي مو منطقي. او اروح مثلا اخذ بنت، تمام، اتزوج بنت وهي عاملة عملية الخشمة، يعني هي خشمة كبير فعملت له عملية فصار صغير، فانصدم مباشرة اقول هاشني صار، انصدم يقوم اجيب اولاد كلهم خشومتهم صغار نقار خشب. فاتمنى انه يكون الجمال طبيعي، ولا تضحكون على الناس انه فلاتر وتسوون مثلا شغلات بوجهكم وفيلر وما ادري ايش، يعني تلخبطون لخبطة بوجهكم، فسوون شخبيط. فهذا الشيء يعني ما اوافق عليه. اتمنى انه تكون البنت جمالها الطبيعي. يعني هسه حاليا اللي موجودات خلصنا منهن ايسنا، لان هسه حاليا البنات الموجودات كلها فلاتر وفيلر ومدري ايش ونفخ شفايف ونفخ خدود، فنحن خلصانين منهم، لانه حاليا كله نسموه اصطناعي كله اللي بوجههم وبجسمه كله اصطناعي. اما البنات اللي دا يشوبون حاليا فاتمنى انه حاولوا انه اعتناء بوجهكم بدون فلاتر بدون اي شيء بدون فيلر، خلوا وجهكم جمال طبيعي. فهي هاي قدامكم شهد الشمر، طبعا انا احبها واحترمها، فبدون فلتر وفلتر شوفوا الفرق.